الموقف الآخر يا إخواني هو موقف للشباب، الشباب اللي هو هيضيع حياته في اللهو. لا لا لا، تعلموا يا إخواني الشباب من سيدنا زيد بن حارثة. سيدنا زيد بن حارثة يا إخواني يذهب مع النبي إلى الطائف. النبي بدأ تضيق عليه الحال في مكة، هيبدأ يروح بقى للقرى يدعو فيها، يروح الطائف يدعو الطائف، وكلنا يعلم دعوة النبي في الطائف وكيف لاقى ما لقاه النبي صلى الله عليه وسلم من أولاد بني عبد يليل. ثم يعود النبي وهو عائد، تخرج الصبيان والنساء والرجال يضربون النبي صلى الله عليه وسلم بالحجارة. فماذا عن موقف سيدنا زيد؟ سيدنا زيد يا إخواني يقف رضي الله عنه وارضاه أمام النبي، يستقبل الأحجار، فيأتي الحجر في رأسه ويأتي الحجر في رجله ويأتي، سبحان الله. ليه ده؟ كل ده يدافع عن النبي صلى الله عليه وسلم. الشباب، فين دور الشباب في نصرة النبي؟ إمكانياتك الفكرية يا شباب، إمكانياتكم الفكرية في نصرة النبي صلى الله عليه وسلم. يا ترى الشباب اللي بتجتمع دائما والعياذ بالله على المعاصي، ما اجتمعتوش في يوم من الأيام انتوا ازاي تنصروا النبي؟ ما اجتمعتش الشباب ان هي يعني تترك العلاقات المحرمة بنية ان انا هنصر النبي صلى الله عليه وسلم؟ الشباب اللي هو يقول عنهم النبي نصرني الشباب. الشباب هتنصروا ازاي؟ الشباب ايام اصحاب النبي نصروا النبي. اما الشباب في زماننا، شباب الافلام وشباب الاغاني وشباب لا وشباب الكورة، اوعى يكون حب الكرة في قلبك اكثر من حبك للنبي. حذاري، او يكون حبك لمعصية، او يكون حبك لفيلم، او يكون حبك لاغنية. لا يا اخواني، الشباب دورها كبير وسوف تسأل امام الله تبارك وتعالى. فين شبابك؟ ضيعته فين؟ يأتي شاب انا نصرت النبي. يا اخواني احد الائمة يقول كلمة يعني عظيمة اتذكرها، يقول لك اني اتخيل الاسلام يوم القيامة. كأني متخيل الاسلام يوم القيامة على شكل رجل، فيأتي يوم القيامة إلى كل مسلم ومسلمة ويرفع يد كل مسلم ويقول يا رب هذا نصرني، ويا رب هذا خذلني، يا رب هذا نصرني، يا رب هذا خذلني. واحد عمل للدين، واحد ما عملش أي حاجة للدين، ما كانش في دماغه أنه يقدم شيء للدين. حتى يأتي إلى مين؟ إلى سيدنا عمر بن الخطاب ويقول يا رب كنت غريبا حتى أسلم هذا الرجل. يا ترى يا جماعة لو الإسلام ظهر يوم القيامة، لو رفع إيدك أمام الناس وأمام ربنا وأمام النبي صلى الله عليه وسلم، هيقول عنك هذا نصرني ولا هذا خذلني؟ تتخيل يقول عنك إيه؟ أنت نصرت الدين؟ أنت نصرت الإسلام ولا خذلته؟